السلام عليكم ورحمة الله أعزائي أولياء الأمور وكمان حبايب قلبي طلاب الصف الثالث الابتدائي. يا رب يكونوا بخير يا شباب. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنكمل بقية المنهج إن شاء الله، ومعادنا دلوقتي مع يونت 5 الوحدة الخامسة بعنوان at the zoo، يعني في حديقة الحيوان. محادثة وحوار جميل جدا يا جماعه هيدور ان شاء الله النهارده في الوحده الخامسه، وكلمات جميله جدا. بس الاول ان شاء الله هناخد ليسون 1 و 2، الدرس الاول والثاني باذن الله، مع البدايه طبعا يا جماعه مع كلمات الدرسين بتوع الليسون 1 و 2، ونحاول يا شباب نردد كده مع بعض ونسمع النطق السليم ان شاء الله. اول حاجه قدامك اهو يا جماعه بالصور بشكل جميل جدا حديقه الحيوان اسمها ايه؟ زو. زو حيوانات اسمها animals. animals animals. يشاهد watch watch. أما كلمة الكثير أو العديد many many يعني كثير. ها كمان مرة شباب zoo animals watch many. كلمات كلها سهلة جدا يا جماعة. وبارك عندك حاجة اسمها متحمس كانت موجودة عندك في الوحدة الأولى excited excited. good idea يعني فكرة جميلة good idea. penguin penguin طبعا اول كلمه بن. elephant elephant اللي هو الفيل. يا جماعه نقول كام مره excited متحمس good idea penguin اللي هو البطريق. elephant طبعا elephant اخرها كلمه انت نمله elephant اللي هو الفيل. هيبو فرس النهر كلمه جميله قوي. باندا اللي هي الباندا. هيبو باندا لاين اسد. الله كلها حاجات سهله خالص. جيراف جيراف يعني زرافه. حاول يا جماعه تردد كده معايا كده، ما تقفش ايه ساكت كده ولا حاجه، اسمع صوتك. هيبو باندا لاين جيراف. كلها كلمات جميله جدا وسهله خالص. عندك كلمه اسمها مفضل اسمها favorite favorite يعني مفضل او حاجه بتحبها. skin يعني جلد skin skin. body body اللي هو الجسم طبعا او جسد كلمه قديمه. وكلمه ماب خريطه. يبقى نقول كمان مره favorite skin body ماب خريطه كلمه جميله جدا. دلوقتي بقى مع اتجاهات حلوه برضه هناخدها النهارده في درس النهارده ان شاء الله. go straight go straight. طبعا خد بالك يا جماعه مش جي اتش سايلنت هنا. turn right turn right يعني اتجه يمين. اما turn left اتجه شمال turn left. وكلمة سي يعني يرى. كلمات كلها جميلة جدا. يبقى go straight turn right turn left. وكلمة اسمها سي يعني يرى. حلو قوي. كلمة استفهام برضك معانا يا جماعة اسمها where 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 يعني أين. هناخدها إن شاء الله في درس النهاردة. habitat habitat يعني موطن أو مسكن يا جماعه او بيئه يعني. ليك ليك بحيره. وكلمه سي بحر. الله كمان كلها جميله جدا. ها وير هابيتات ليك وكمان كلمه سي يعني بحر. برضه يا جماعه مع الدرس الثاني عندك ليسن 2 برضه يا جماعه كلمات مهمه قوي. عندك ارض مثلا عشبيه اسمها جريس لاند جريس لاند جريس. وكلمه لاند لوحدها حاول تقسمها يا جماعه. غابات البامبو بامبو فورست. قسمها اتنين كده بامبو وفورست يعني غابه. live يعني يعيش live يعيش. رقبه طويله لونج نيك لونج نيك. والله يا جماعه الكلمات كلها لذيذه جدا وسهله خالص. يبقى نقول كمان مره جريس لاند بامبو فورست live لونج نيك. شويه صفات بقى سهله خالص. كلمه كبير يعني بيج كبير الحجم يعني يا جماعه مش كبير في السن. لو كبير في السن اسمها old لكن هنا big كبير الحجم. وليتل اللي هو الصغير في الحجم او small. strong قوي strong قوي. mystery mystery يعني غموض او غامض او لغز. يا جماعه نقول كمان مره ابطال. هي يلا هي big little strong mystery. الله كلمات كلها لذيذ جدا. دي شباب كلمات لسن 1 و 2 في الوحده الخامسه ان شاء الله في المنهج بتاعنا بتاع سنه ثالثه ابتدائي ان شاء الله. مس انشراح بقى الابله الشاطره خالص يا شباب مكمله معانا بتقول في درس النهارده يا اولادي هناخد درس لذيذ جدا. ايه بقى يا مس انشراح؟ اقول لك ايه لما نيجي نسال بقى واحد عن الحيوان المفضل بتاعه.
عاوز مثلا اسال واحد يا ترى ايه اكتر حيوان بتحبه؟ ها انت مثلا وليكن زرت حديقه حيوان واقول له ايه اكتر حيوان عجبك في حديقه الحيوان؟ اهو ازاي يا مستر بقى؟ شوف يا بطل هقول له ايه. هقول له شوف معايا اقول لك ايه؟ ما هو حيواني المفضل؟ What is your favorite animal؟ What's your favorite animal؟ يعني بالعربي اهوت ما هو حيوانك المفضل؟ طب في الإجابة يا مستر نقول إيه مثلا؟ أنا عايز أقول بحب مثلا الجيراف أو الباندا أو اللاين أو أي أسد مثلا أو أي حيوان من الحيوانات الجميلة اللي أنا شفتها. شوف الإجابة يا جماعة قدامك أهي. هقول بقى الإجابة ها My favorite animal is واكتب اسم الحيوان في النقط. يعني بالعربي اهو حيواني المفضل هو نقط. طبعا انا حابب جدا طبعا اقول كل حاجه بالعربي علشان بس حبايبنا الابطال يقدروا يفهموا كل حاجه. ماشي معاك ايه؟ يبقى لو حد سالك واتس تاني اهو واتس يور فيفورت انيمال، ما هو حيوانك المفضل، على طول في الاجابه تحت اقول ايه يا ابطال؟ ها ايوه صح، هقول ماي فيفورت انيمال از وبعدين اكتب على النقط اي اسم حيوان براحتك يا معلم بقى. هقول باندا، جيراف، هقول مثلا كات، قطه، اي حاجه. بشكل عام يا جماعه سؤال اهوت واتس يور فيفورت انيمال اهو. خلينا بقى شغل عامل يا جماعه اهوت وحاجه ايه يعني على ايه على السريع كده. واتس يور فيفورت انيمال؟ انت بتحب حيوان ايه؟ واحد مثلا وقام على طول طبعا هيرد عليا يا جماعه زي ما احنا خدناه قدامك اهو على طول في الكلام الفوقاني. هقول ايه؟ ماي فيفورت انيمال از ذا لايون. لايون يا جماعه الاسد. طبعا معايا براحتك انت بقى ممكن تحط له ايه؟ ماي فيفورت انيمال از جيراف از باندا از مثلا بينجوين اللي هو بطريق اللي انت عايزه يا بطل. لكن دلوقتي بقى عمك شكشك بقى الراجل الطيب يا جماعه بيقول لك ايه؟ ركز معايا يا بطل وماسك لك بقى العدسه بقى علشان تركز قوي وتدقق بقى النظر في الجزئيه الجميله قوي ديت علشان نفهم ايه مع عمك ايه شكشك. بيقول لك ايه؟ عند عمل اقتراح. اقتراح ازاي يا مستر؟ لو انا عايز اقترح على فكره مثلا فكره لواحد زميلي اقول له ايه رايك مثلا نروح المكان الفلاني او ايه رايك نعمل حاجه فلانيه حاجه معاه. هقول له طريقتين مهمين جدا يا جماعه ركز معايا قوي 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 الصراحه. شو يا سيدي بقى؟ اول طريقه اقول ايه؟ هاو اباوت وبعدها على طول نحط فيرب اي ان جي اي فعل. يعني هاو اباوت مثلا بلاينج ايه رايك نلعب مثلا. هاو اباوت مثلا فيزيتنج ايه رايك مثلا نزور مكان فلاني. او ممكن ايه؟ ليتس بس ليتس هنا يا جماعه بعدها على طول فعل في المصدر. يعني ليتس بلاي يلا نلعب، ليتس جو يلا نروح مكان فلاني، ليتس واتش تعالى نتفرج مثلا على الحاجه الفلانيه. يعني براحتك حاجه معاه. طب يا مستر لو حد مثلا اقترح عليا اقتراح يا ترى هرد عليه ايه؟ في عندك طريقتين سهلين جدا او يا جماعه لو حد قالك ليتس او مثلا هاو اباوت ها قدامك اهو يا بطل. هقول له جود ايديا اهو. شو يا جماعه اللي كنا خدناه من شويه يا جماعه في حفظ الكلمات. هقول له اول حاجه ايه؟ ها نقول يا جماعه حاول كده نرد مع بعض. اقول له ها جود ايديا يعني فكره جميله. او ممكن اقول حاجه تانية مثلا ها لو انت عايز ايه تخليها اجابه نموذجيه بقى طول شويه هقول ايه؟ That's a good idea انها فكره رائعه فكره جامده قوي. يا جماعه لو قال لك مثلا ايه رايك ايه نعمل الحاجه الفلانيه وانت عجبك الفكره هتقول حاجه من دولي جود ايديا او ذاتس جود ايديا. طب عايزين مثال كده. شوف يا بطل قلت لي مثلا ايه؟ هاو اباوت going to the giraffe. هاو اباوت وبعدها جه الفيرب اي ان جي اهو. يعني ايه رايك نروح مثلا نشوف الزرافه او بيت الزرافات وانت مثلا في حديقه حيوان هتقول جود ايديا اهو يا جماعه زي ما هو ايه موضح قدامك اهو. او ممكن تقول ايه؟ ذاتس a good idea انها فكره رائعه لو انت عاجبك الفكره ديت. يبقى let's او how about دي يا جماعه طريقه الايه السجيشن الاقتراح في الانجليزي. عمك شكشك برضك جالك برضك يا سيدي بيقولك كمان خد بالك بقى يا بطل انت وهو. ايه يا بقى عم شكشك بقى ياه قول بقى خد بالك كنا خدنا بقى دي يا جماعه في الوحده اللي فاتت السؤال عن المكان. فاكرين يا شباب اسمها ايه؟ where WHERE حاجه معاه WHERE يعني سؤال عن المكان. نسال عن المكان اي حاجه. اين الحقيبه؟ اين القلم؟ اين مثلا البوسطه؟ اين المدرسه؟ اي حتى اي حاجه. تمام. شوف يا جماعه عندك طريقتين وركز فيهم. اول حاجه where is وبعدها على طول نحط اسم مفرد. هتقول اسم مفرد يا مستر لازما؟ طبعا لازما يا بطل عشان خاطر الاز اهي صح عشان از دايما على طول بتيجي مع الاسم المفرد. اول ايه؟ وير ار وبعدها على طول اسم جمع
برضك اسم جمع يا شباب علشان خاطر عندي ايه الفيرب ار، الفعل ار يا جماعه على طول بيجي مع الجمع. كلام حلو قوي مستر، بس طبعا عايزين ايه نعرف. لو حد سالني مثلا هرد هقول ايه. واحد بيقول لي مثلا لو سمحت هو فين مثلا بيت الزرافات اللي في حديقه الحيوان، هو فين بيت الاسد، فين بيت القرود. طبعا يا جماعه في الاجابه هقول له ايه، شو يا جماعه اقول ايه go straight ahead. go straight ahead او go straight وخلاص، يعني امشي طوالي للامام دغري يا عم الحاج، خليك طوالي على طول. حاجه معاه اسمها جو ستريت. طبعا اتفقنا مع الجي والاتش سايلنت. في حاجه تانية كمان اسهل شويه، لو انت مثلا دي صعبه عليك هقول ايه تيرن رايت. حاجه معاه يعني احود يمين، على يمينك يابا، ماشي. او ايه او ممكن ايه تيرن ليفت، يعني احود شمال. سهله خالص اهي. يا جماعه ممكن اقول ايه او ممكن يا جماعه ادمج الاثنين مع بعض، يعني ممكن اقول لك ايه جو ستريت اند تيرن رايت، يعني امشي طوالي وبعدين احود يمين. برضه جميله جدا ووصفه حلوه قوي للطريق. سؤال where are the lions؟ اين بيت الاسود؟ تخيل يا جماعه وانت مثلا في حديقه حيوان واحد بيسالك، طبعا خد بالك انا حطيت هنا ار علشان خاطر مين، the lions الاسود جمع صح. لكن لو كان اسد واحد هقول where is. صح يا ابطال، ايوه كده. انا عايزكم ايه على طول كده معايا. الوصفه بقى اتجاهه لايه go straight and turn left، يعني امشي طوالي وبعدين احود شمال. كلام حلو يا جماعه وما شاء الله دسين جمال جدا، سواء يا جماعه السؤال عن اتجاهات والسؤال بوير والحاجات الاقتراحات واللذيذه قوي ديت. دلوقتي بقى فقره الاكسرسايز، تمرين خفيف خالص وعايزين نقرا مع بعض ونوصل الكلمات الجميله قوي ديت. بينجوين طبعا عارفين يا جماعه، طبعا مش هقول اسمه. بيبر كليب اللي هو المشبك بتاع الورق. جراف جميله. هيبو كلمه حلوه قوي بردك. لاين لا دي اسد سهله قوي. بول، بول اللي هو معناه اناء او سلطانيه. اول حاجه بينجوين قدامك يا بطريق، ايوه يا معلم هناك اهو صح بطريق. بيبر كليب اللي هو المشبك بتاع الورق سهل قوي. جيراف طبعا اخر كلمه على الشمال اللي هو الزرافه. اما عمك الهيبو طبعا ساد قشطه اهو اول كلمه ناحيه اليمين. اللاين طبعا اسد اكيد عارفينه يا جماعه الاسد طبعا. والبول يعني سلطانيه او طبعا ايه اناء. كلمات كلها سهله جدا بس طبعا اكيد بتعتمد على حفظ الكلمات. طبعا يا جماعه اتفقنا يا جماعه حفظ الكلمات السنه دي مهمه جدا، هيفرق مع اي حد. طبعا يا جماعه يا رب يكونوا استفادوا ولو بمعلومه بسيطه. معاكم مستر احمد شهيب من قناه مستر انجلش. يا رب يا جماعه تدعوا لي دعوه حلوه وكمان تفعل الجرس وكمان تقول لاصحابك على اسم القناه علشان ان شاء الله نكمل بقيه المنهج مع بعض ان شاء الله باذن الله. بكره او بعد وقت كتير ان شاء الله هنزل لك الدرسين بتوع الوحده الخامسه، الدرس ان شاء الله الخامس وكمان الثالث والرابع. يا رب تتابعنا يا جماعه ان شاء الله وما تنسيش تدعوا لي. شكرا يا ابطال، سلام عليكم.